دي صورة شاب بعد 8 سنين ملامحه فيها اتغيرت تماما وكأنه عجز، وده كله بسبب تحدي بينه وبين صحابه ودمر حياته للأسف. قصتنا النهاردة قصة حقيقية حصلت سنة 2010 لشاب اسمه سام بالارد، شاب استرالي من سيدني. كان عنده وقتها 19 سنة. لعب كرة قدم أمريكية اسمها الرجبي، ودي تعتبر لعبة عنيفة. كان بيتقال عليه الشاب الذي لا يقهر. في 2010 كان بيعيش سام أحلى فترة في حياته. كان شاب مندفع وشايف نفسه وقوته، وفي إحدى الحفلات وهو بيستمتع مع أصحابه، وتقريبا كان يوم عيد ميلاده وكانوا بيشربوا. بعد ما خلصت الحفلة وهم في الشارع بالصدفة شافوا الكائن الرخو ده بيزحف على الأرض، وهو حلزون، نوع من القواقع أو الرخويات. واحد من صحابه تحداهم: الراجل فيكم يمسك الحلزون ده وياكله. كلهم فضلوا يضحكوا وفي اللي قرف، لكن سام خد الموضوع تحدي، وانه ارجلهم وانهم عيال فرافير. خد الحلزون وهوب بلعه، وبلع وراه ازازة بيرة. اصحابه كلهم اتفاجئوا: يا جامد يا معلم. وهو افتخر بنفسه جدا ليلتها، وروح بيته يومها ونام. تاني يوم صحي لقى رجليه بتوجعه. تجاهل الموضوع في الاول وقال الألم هيروح. ويوم بعد يوم والألم بيزيد أكتر لحد ما بقى بيعرج. والدته افتكرت إن جاله شد عضلي من تأثير لعبه في الرجبي، فقال لها على موضوع الحلزون اللي بلعه، بس هي طمنته إن محدش سمع قبل كده حد حصل له حاجة بسبب حلزون. فضل الوضع كده لحد ما بقى مش عارف يمشي على رجله، وتقريبا بقى مشلول. وفي المستشفى قالوا للدكتور على موضوع الحلزون، لكن الدكتور قاله: استحالة يكون اللي عندك ده بسبب الحلزون اللي انت كلته، اكيد في سبب تاني. وبعد الأشعة والتحاليل عرفوا ان جاله مرض اسمه دودة رئة الفار، ودي عدوى موجودة في الفئران بتسبب طفيليات، وممكن العدوى دي تنتقل للقواقع أو الحلزون لو الحلزون ده أكل براز لفار اللي بيحتوي على يرقة الطفيلي ده. فالدكتور قال لسام: انت احتمال يكون الحلزون اللي انت اكلته كان بيحتوي على يرقات الطفيليات، وقال له ان معظم الناس اللي بيتصابوا بدودة رئة الفار دي بسبب اكلهم قواقع نية او مش مطبوخة كويس. بيتعبوا شوية وبعد كده بيخفوا لما الطفيل ده بيموت. المشكلة ان في بعض الحالات النادرة الطفيل ده ممكن يخترق جدار الامعاء ويخترق الجهاز العصبي، ويتسبب في مرض اسمه التهاب السحايا، ويخلي المريض يتصاب بالشلل وتجيله غيبوبة ويعيش أسوأ أيام حياته ويموت بعدها للأسف. عشان كده خلوا بالكم يا جماعة في كنزات الحاجة الساقعة. الكنزات دي بتبقى في مخازن وفيها فران. الفران دي ممكن تعمل كده على غطا الكنزاية وانت على طول تحطها على بقك. امسح فتحة الكنزاية كويس الأول قبل ما تشربها. نرجع لقصتنا. دخل سام في غيبوبة لمدة 420 يوم، وللأسف حالته كانت خطيرة جدا. أهله ما كانش قدامهم إلا الانتظار. ولما فاق كان مشلول تماما، لا قادر يمشي ولا يتحرك ولا يتكلم ولا حتى ياكل، وكان بياكل عن طريق أنبوب للتغذية، وكان محتاج رعاية طول اليوم ولازم حد يلازمه. واحد من صحابه اللي كانوا معاه يوم تحدي الحلزون راح له المستشفى يزوره، وقال لسام: أنا بعتذر لك إني شجعتك على أكل الحلزون وحصل لك كل ده. سام بصله بصة كان فيها كل الكلام، وبعدها بكى. وبعد 3 سنين خرج سام من المستشفى على كرسي متحرك وروح بيته، وبعدها فضل 5 سنين عايش لحد ما المرض قضى عليه تماما، ومات في 2 نوفمبر 2018 وهو عنده 27 سنة. تخيل شاب زي الورد زي كده فضل 8 سنين يعاني ويتعذب وفي حالة شلل تام بسبب تحدي سخيف وهبل مع أصحابه عشان بس يثبت لهم إنه راجل. هو بعد اللي حصل له ده صحابه دول نفعوه بحاجة؟ بالعكس، الكل عاش حياته وهو اللي اتدمر. التحديات اللي بتحصل بين الصحاب، ويقولك لو راجل اشرب السيجارة دي، لو راجل سوق العربية دي على 280. هو انت لما تعمل حادثة وتلبس في حاجة وتبقى مشلول هو مش هيعبرك بعدها؟ لو عايزين تعملوا تحديات فعلا اعملوها في حاجات مفيدة، تحدي معلومات أو تحدي في الرياضة أو تحدي في حفظ القرآن الكريم أو تحدي تعلم لغة جديدة. لو كسبت تحدي تافه زي اللي عمله سام كده محدش هيديك والله وسام أو شهادة بالرجولة. الرجولة مش محتاجة شهادة. اللي بيطلب منك تحدي مضر ليك يبقى عمره ما هيكون بيحبك، ولو مت مش هيعمل لك حاجة. يعني اللي يعمل تحدي مع أصحابه ينط من على كوبري ولا يقف على موتوسيكل بأقصى سرعة
ولا اللي يعمل تحدي على اليوتيوب إزازة شطة على بق واحد لمجرد يلم مشاهدات. والله محدش هينفعك لو حصلك حاجة، وهتندم بعد كده ندم عمرك زي قصة سامي المأساوية دي. ربنا يحفظكم جميعا ويحفظ أولادكم يا رب. ويا ريت لو عندكم أولاد تعرفوهم القصة دي. أتمنى تكون عجبتكم قصة النهاردة. لو عجبتكم ما تنسوش اللايك والشير، واعملوا سبسكرايب للقناة عشان يوصل لكم كل جديد هينزل. واستنوني في فيديو جديد، ودمتم في أمان الله. مع السلامة.